خليل البلوشي متواجد من جديد في البصرة، أحد الأشخاص الذين دعموا ملف العراق في استضافة بطولة كأس الخليج. شلون أجواء القرعة؟ شلون تشوف حظوظ المنتخبات في هذه البطولة؟ أول شيء الحمد لله رب العالمين مثل ما كان متوقع، يعني الأمور كانت دائما وأبدا في أتم الجاهزية. شفنا يعني قرعة مثالية من ناحية تنظيمية، حقيقة نوجه من خلالها الشكر والتحية للاتحاد العراقي لكرة القدم والأخوة في الاتحاد الخليجي لكرة القدم. يعني الفترة الماضية كان في إصرار حقيقة من الاتحاد الخليجي، وحضور اليوم رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم إلى مراسم القرعة في دلالة واضحة جدا على أن الاتحاد يدعم إقامة البطولة بشكل كبير جدا في البصرة. اليوم احنا تجاوزنا هذا الموضوع ولله الحمد، البطولة في البصرة ومراسم القرعة شاهدناها من خلال سحب القرعة اليوم في القاعة. المجموعتين متزنة حقيقة، ما في يعني فوارق كبيرة جدا، وهذه دائما مباريات بطولة كأس الخليج ما في فوارق ما بين المنتخبات المشاركة، ومبارياتها كلها تعتبر بمثابة مباريات الديربي، ويعني ما تقدر تحكم وين فيها مجموعة صعبة ولا وين فيها مجموعة سهلة. مباريات الخليج وبطولات دائما كأس الخليج دائما صعبة، والمجموعات دائما صعبة، والمباريات ما حد يقدر يتكهن بنتائجها، لذلك هي أنا أعتقد أنها قرعة متزنة ما بين المنتخبات الخليجية الثمانية. طيب شلون تشوف حظوظ المنتخب العماني خاصة هو متواجد في مجموعة المنتخب العراقي؟ والله شوف احنا مثل ما قلنا لك الموضوع كله ما يعتمد على الامور الفنية، يعني لان بطولة كاس الخليج فيها تحضيرات نفسية، فيها تصريحات اعلامية، فيها امور كثيرة جدا. المباراة الاولى دائما مباراة صعبة، المباراة الافتتاحية بحكم ان المنتخب راح يواجه العراق صاحب الارض والجمهور، وهذه البطولات دائما يعني خصوصا من خلال السنوات الماضية، يعني مثلا النسخة الماضية المنتخب القطري خسر مباراته الافتتاحية امام العراق، لكنه نجح في انه يتأهل الى الدور الثاني من البطولة، وبالتالي يعني دائما الصعوبات موجودة في مباريات بطولة كأس الخليج. أنا أتمنى حقيقة يعني من كل قلبي أن يعني المنتخب العراقي يتأهل إلى الدور الثاني. نجاح العراق في البطولة من نجاح البطولة بنفسها. اليوم الحضور الجماهيري هذا اللي نظهر عليه احنا واحد أسباب النجاح اللي راح تكون حاضرة في بطولة كأس الخليج القادمة، باعتبارها راح تكون واحدة من أفضل البطولات على مستوى الحضور الجماهيري. طيب بالنسبة لجاهزية الملاعب، خذت جولة ما شاء الله أكثر من يوم في البصرة، المدينة الرياضية متواجد حضرتك يوميا بها، لكن بقى ملعب الميناء، شلون نشوف الجاهزية بشكل تام هذه المدينة لاستضافة هذا العرس؟ الملاعب تم تسليمها للاتحاد الخليجي لكرة القدم، وراح يتم تجهيزها بكل تأكيد بشكل كامل يعني قبل بداية البطولة. واليوم احنا إلى 3 أشهر قادمة يعني في فرصة كبيرة جدا للعمل على جاهزية الملاعب، لكن الكل يعلم حقيقة خلال السنوات الماضية أن البنية التحتية ما شاء الله في العراق فيما يخص الملاعب صارت جاهزة وبشكل كبير جدا، بل وأن العراق تتفوق على يعني مجموعة من الدول العربية والخليجية على مستوى البنية التحتية والملاعب من ناحية التصميم والسعة الجماهيرية وغيرها من الأمور الأخرى الخاصة بإقامة البطولة. فما في خوف إن شاء الله من الجاهزية، وما في خوف إن شاء الله من البنية التحتية اللي موجودة في البصرة من الملاعب الحاضرة حاليا، أو حتى الملاعب اللي راح يتم تجهيزها خلال فترة بسيطة.